زيارة سعيدة جدا. ودلوقتي معانا الجميلة الكوميدية ودم خفيف اللي كلنا بنحبها، معانا الفنانة الجميلة انتصار. بس النهارده بقى بنشوفها في زيارة سعيدة جدا في المسرح. مساء الخير. اهلا وسهلا، ازيك؟ الحمد لله. عايزة كده اعرف ليه فجأة كده لانك اتجهتي للمسرح؟ انا دايما بشتغل مسرح، مفيش سنة بتمر عليا من غير ما يكون عندي مسرحية او اتنين. لكن الوقت دوت فعلا المسرح محتاج الناس تكون متواجدة فيه، محتاجة الناس تكون مؤمنة بيه والنجوم ينزلوا تاني يشتغلوا فيه والناس تتوجه للمسرح. بس الناس بصراحة يعني حرام، الجمهور بيحب ان هو يروح المسرح، بس هو مطلوب من الممثلين والنجوم والمخرجين المسرحيين ان هم يهتموا شوية ويبذلوا جهد عشان المسرح تاني ترجع تنور زي زمان. طيب نبذة، انا عارفة انت مستعجلة، نبذة سريعة كده عن دورك في العرض. انا بقوم بدور مريم دي عندها ابن في التجنيد في الحرب، وفي القائد بتاعه هيجي يرتاح عندهم في البيت اسبوعين، فعايز تستضيف القائد وتهتم بيه عشان يدي لابنها اجازه ويهتم بابنها. بس للاسف القائد ده بيجي شرير فبيبوظ الحياه في البيت. طيب الفنانه الراحله فايزه كمال، كلمه ليها. فايزه كمال دي بصراحه ست محترمه جميله ملاك هاديه، كل الناس بتحبها ولا يمكن تختلفي معاها، وجمالها جمال خاص، يعني ما تحسيش ان هي كانت شبه حد، يعني لما تبصي على وشها متميزه الحقيقه، وبعدين طيبه قوي ومحترمه قوي، ويعني مش يعني اول ما حد يقول فايزه تحسي الناس وشها بيبتسم كده. فانا سعيده ان انا بكمل مكانها، يعني عشان ابقى في حاجه ارتبطنا فيها مع بعض. يعني اشتغلنا مع بعض فيديو بس ما اشتغلناش مع بعض مسرح. احنا كمان سعداء اللي شفناكي النهارده واستمتعنا، كنا حاسين ان انت بلدينا على المسرح. ميرسي يا انتصار، ولينا لقاءات تاني معاكي ان شاء الله. ميرسي، مع السلامه.